النهارده بقى جايه لكم باحلى وصفه في الدنيا واحلى طعم للبيتزا في الدنيا. طبعا مفيش حد ما بيحبش البيتزا، بس انا النهارده عاملاها لكم بالحبوب الكامله او الحبوب المشبعه. عارفين فكره الشرايح الخبز المشبعه؟ نفس الفكره بالظبط، بس طبعا طعم خرافه. بصوا لونها حلو ازاي من تحت، ومشبعه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. هقول لكم طبعا السعرات والماكروز والسلايز الواحده فيها قد ايه، بس الاول نعملها مع بعضين وندي لايك، ويلا بينا على طول على احلى طريقه واسهل طريقه في الدنيا للبيتزا. يلا بينا. دي المقادير كلها مع بعضينا. ده دقيق القمح الكامل او ما يسمى دقيق الاسمر. هاخد منه حوالي 100 جرام دقيق قمح كامل، 100 جرام بالظبط، يعني حوالي كوبايه. وعليها هنا حوالي ربع معلقه بيكنج باودر، ومعلقه صغيره خالص خميره فوريه، ورشه ملح. الحبوب بقى الكامله اللي عندي، اي حبوب عندكم، يعني انا واخده من كل واحده معلقه صغيره. دي حبه سودا او حبه بركه، بذور كتان معلقه صغيره، معلقه صغيره اوريجانو او اللي هو زعتر، ومعلقه صغيره بذور شيا، وزيت زيتون طبعا، وعسل. وعندي هنا كوبايه صغيره ميه دافيه. هجيب بقى بوله نظيفه وانزل فيها بكل المكونات الجافه. طبعا لو احنا مش عارفين او مش واثقين من الخميره بتاعتنا، هنعملها اختبار. طبعا انتوا عارفين ازاي، ميه دافيه وعليها معلقه الخميره والعسل، وبنسيبها شويه. لو خمرت يبقى احنا كده تمام. انا واثقه من الخميره بتاعتي فبعمل على طول. هنزل عليها بحوالي معلقه صغيره عسل نحل، يعني في حدود حوالي 7.5 جرام. تمام اهو. اللي موجود في العسل ده الشمع بتاع العسل، تمام، عشان هو عسل نضيف يعني. خلاص خدت حوالي معلقه صغيره او يمكن اقل، والله 7.5 جرام. تمام. وهاخد برضو معلقه صغنونه خالص 7.5 جرام برضو زيت زيتون. هكتب لكم السعرات وكل حاجه في اخر الحلقه، تابعوني بس. تمام. هنزل بكل الحبوب اللي عندي كلها مره واحده. هنزل عليها بحوالي معلقتين صغيرين ميه، ما تزودش عن كده، لان هي كوبايه واحده حوالي 100 جرام، فانا مش عايزه العجينه تبقى ميه، يعني فيها ميه كتير وسايله، عشان ما اضطرش ازود دقيق. برضو هنزل بحوالي معلقه كبيره ميه دافيه. يعني الميه انزلها بالتدريج، اوعوا تنزلوا بيها مره واحده، لان انا مش هاخد نص كوبايه الميه دي كلها مره واحده. هنزل بقى بيها على الكاونتر او الرخامه وابتدي اعجن فيها. بصوا هي عامله ازاي، قوامها عامل زي الرمل، وابتدي اعجن. السر في نجاح البيتزا العجن. بصوا خدت كمان معلقه صغنونه، واحده واحده، وابتدي اعجن والم. كل ما عجنت فيها اكتر كل ما لمت معايا وادت نتيجه احلى. محتاجه ميه برضه، بصوا ما بحطش كميات ميه كبيره. اوكي، وادوا الفيديو لايك وانا معاكم دلوقتي. بصوا بقى ابتدت ايه العجينه تلم معايا زي ما احنا شايفين. زي ما قلت لكم الدايت مش حرمان. اوكي خلاص لمت معايا وبقت زي الفل. هجيب بقى طبق صغنون واحط فيه رشتين 3 كده زيت، حاجه بسيطه قوي، طبعا زيت زيتون. اوكي اهو. وهبتدي اعملها بالستريتش واسيبها يعني حوالي نص ساعه تخمر. ابصوا خمرت معايا ما شاء الله وارتفعت كده، تمام قوي بالنسبه لي، فير انف او تمام قوي زي الفل كده. طبعا كل بقى التوبينج بتاعنا، حطوا اي توبينج في الدنيا بتحبوه. وده الصوص بتاع البيتزا اللي عملته معاكم قبل كده في القناه، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، وبرده هيظهر معاكم في الاي فوق. صوص ايطالي تحفه، دايت 100%، مفيش اي اضافات ممكن تدخلنا او تعمل معانا مشكله. طبعا البيتزا دي بناخدها ما بناخدش اي كارب في اليوم، لا في فطار بقى ولا في عشاء، بنكتفي بالكارب الموجود معانا. بصوا خمرته بقت جميله ازاي ودافيه وحلوه وملمسها حلو جدا. اوكي هبتدي بقى ان انا اعجن فيها واحاول افردها على قد ما اقدر. طبعا بجيب صينيه على قدها، بس انا ما عنديش صينيه بصراحه قد البيتزا الصغيره دي، فهبتدي افردها يعني على حسب. احطها بقى في اي صينيه عندي، مش هتقول لا، وافردها باي شيب بقى، مربع دواير، اي شيب. خلاص بصوا كميه الحبوب قد ايه حلوه، شكلها حلو بالظبط، يعني عامله زي شرايح الخبز المشبعه بالظبط. يعني ممكن نستغل العجينه دي ونعملها شرايح الخبز المشبعه. لو عايزين تعرفوا الطريقه بتاعتها برضو هسيبها لكم في اللينك وهتظهر معاكم في الاي فوق. عملتها مرتين قبل كده، مره بالدقيق الجاهز ومره مانوال كده بالمكونات اللي في البيت. خلاص فردتها في الصينيه على قد ما اقدر، حلوه كده مش وحشه، وخرمتها بالشوكه عشان تتنفس كويس. وابتدي اوزع بقى الصوص بتاع البيتزا، صوص بيتي 100%.
من غير اي مواد حافظه ومن غير اي حاجه ممكن تزود وزني. هنزل عندي حوالي معلقتين صغيرين موتزاريلا، خدت منهم معلقه، وابتدي بقى احط الطماطم دي، طماطميه صغيره شرايح رفيعه قوي عشان بس تدي معايا فوليوم، وفلفل اصفر بقى وفلفل احمر اللي موجود، فاهمين قصدي؟ وطبعا وبصل كمان زي ما احنا شايفين. هعملها بالبيبروني، ممكن تعملوها بالتونه، ممكن تعملوها باي حاجه عندكم، ممكن تعملوها بالفراخ، التوبينج ده بتاعكم انتوا بقى، فاهمين قصدي؟ انا بعشق الزيتون وانتوا عارفين، مفيش حد ما يحبش الزيتون تقريبا، والبيتزا مبقاش طعمها حلو من غير الزيتون اصلا. هوزع الزيتون، طبعا الزيتون ده انا حاطاه في ميه مصفيه خالص من اي ملح فيه. وطبعا عندي بصلايه صغنونه قطعتها شرايح رفيعه او زي ما انتم شايفين، انا بعشق البصل زي ما انتم عارفين برضو، فبحط كميه، بس برضو خدوا بالكم البصل ليه سعرات، فهي بصلايه صغيره، مش يعني مش سعراتها مش عاليه زي ما انتم متخيلين. اوكي خلاص، حطيت البصل زي ما انا عاوزه. وعندي هنا نص شريحه تشيدر لايت، نص شريحه بالظبط، ممكن تشيدر عادي مفيش اي مشكله، عادي جدا يعني. اوكي، وهاخد المعلقه الباقيه الصغنونه بتاعه الموتزاريلا، وكده زي الفل. هكون مسخنه الفرن على درجه حراره 200، واحطها في النص يعني قيمه 10 دقايق بالظبط بتكون مستوت. اول ما تدي لون من تحت يبقى كده استوت معايا. ده شكلها خلاص بعد ما طلعت من الفرن، قد ايه حلوه جدا. على فكره انا ما دهنتش الصينيه، يفضل انك تحطوها في صينيه ما تكونش بتلزق، او حطوها على ورق زبده. الصينيه دي عندي مش بتلزق فانا ما حطيتهاش على ورق زبده. بصوا حلوه جدا جدا وطعمها حلو قوي. لو حسيتوا ان هي ناشفه معاكم ممكن بعد ما تطلع تغطوها مثلا بفوطه ولا حاجه، البخار اللي يطلع منها هو اللي هيخليها تبقى طريه. دلوقتي بقى هقول لكم السعرات. البيتزا دي كلها فيها حوالي 483 سعره، وده كمان الماكروز كلها. هياخدوا بالكم الكارب فيها عالي، ما تاخدوش اي كارب تاني في اليوم، تمام. وقسمتها على 5 قطع، طلعت القطعه حوالي 96 كالوري. ممكن تقسموها على اصغر من كده، هتبقى طبعا كل ما تقسموها على اصغر من كده كل ما الكالوري هيكون اقل. طبعا طعمها حلو جدا، مناسبه جدا هنا في الدايت. هناخد منها على قد سعراتنا. لو بقالنا مثلا كام يوم مش مظبطين في موضوع الكارب او حارمين نفسنا من الكارب، نقدر ناكلها مفيش اي مشكله، بس بعد ما ناكلها لازم نشرب وراها ميه كتير جدا جدا جدا، عشان خاطر الحبوب تنزل في بطننا وتنفش بقى كده ويبقى طعمها حلو. بصوا شكلها حلو ازاي، بصوا بقى شكلها من تحت مظبوطه جدا، مش محروقه، لونها بجد يفتح النفس، الحبوب باينه فيها جدا، الريحه مش قادره اوصف لكم قد ايه حلوه بجد بجد. من احلى البيتزات اللي كلتها في حياتي، فعلا مشبعه ومرضيه جدا جدا لينا. وعشان بس الناس تبقى عارفين ان الدايت ما فيهوش حرمان، نقدر نعمل كل حاجه in healthy way او بطريقه صحيه. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيس والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا يا احلى واجمل واعظم عيله سكر دايت. سلام.